توك توك ده؟ اي، انت بتدخل الناس جوه؟ داخله جوه ابله. ابله داخله. اللوجه 20 جنيه. نعم، ليه يعني موديني هولندا؟ ايه كده ولا لوجه موحده؟ موحده؟ يا عيني على النظام. طب دخلني يا ابني. عجبك المكان؟ حلو يعني. شفت الدنيا، بقيتي بتجيبيني اماكن معرفهاش. اي خدمه. وايه بقى، بتيجي هنا كتير؟ لسه زي ما انت يا جلال، ما اتغيرتش، حافظاك. هجاوبك الاجابه اللي انت عايز تسمعها. انا جيت هنا يا سيدي مع واحده صاحبتي، كنا بندور على شغل، بس يعني المرتب هنا مش حلو قوي فما اشتغلتش. المكان اللي انت فيه دلوقتي كويس يعني ومبسوطه؟ والله هو كله زي بعض، بس المكان اللي هناك الزباين فيه بتدفع تبس احسن، ف يعني. بس بترجعي متاخر قوي. هعمل ايه بس يا جلال؟ هي شغلانه باخد منها خبره لحد ما اشوف حاجه احسن، وبعدين عايزه اعتمد على نفسي، مش عايزه افضل تحت رحمه ماما وفهمي اكتر من كده. وجوزك؟ عامر، الحياه معاه بقت مستحيله، واديني اهو ماشيه في اجراءات الخلع. بس المشكله ان عامر مش سهل، خايفه منه قوي يا جلال. وانت بقى مبسوط مع مراتك؟ الحمد لله. جوازتك منها كانت غريبه قوي. بعد ما اتجوزتي فجأة وسافرت الغردقة مع جوزك، بقيت متلخبط جدا ومش عارف اعمل ايه. مش عارف لو كنت شفتك ساعتها كنت هعمل ايه. مجدية فجأة لقيتها قدامي في الراحة وفي الجاية. ارجع البيت الاقيها قاعدة مع امي، قاعدين بيضحكوا ويهزروا. فجأة لقيتني متجوزها. هي غلبانة غلبانة وطيبة وملهاش حد. فريال، ليه؟ ايه يا فريال عملت فيا كده؟ جلال، واضح ان انت مش عارف حاجه. طنط كريمه ما حكتلكش؟ ما حكيتليش ايه؟ يا اهلا وسهلا. بصي بقى يا ست كريم، البت دي بنتي وابنك مخيب املها. خيب املها ده ايه؟ ما تتكلمي عدل يا ست ام فهمي. انا بتكلم عدل. ابنك اللي ما رعاش الجيره وداير بيها على الكازينوهات ويلف لما هيفضحها، قال لك؟ لا والله ما عنديش فكره. مش قايل لامه وبيقول هيتجوزك يا خيبتك. ايوه يا ست ام فهمي، بس جلال لسه. لا لسه ولا ما لساش، لا احنا مش عايزينه. انا صارفه دم قلبي على بنتي في التعليم، عايزه اطلعها كويسه عشان تتجوز جوازه عدله، وجاي لها عريس مقاول هيستتها ويعيشها احسن عيشه. ابعدي ابنك عنها. انت عارفه لو ابنك ما بعدش عن بيتي ما هتقعدوا يوم في الحاره. خافي على ابنك واسمعي، اديني بكلم امه قدامك وبكلمها قدامك. على الله تخشي هنا تاني، لا هيبقى ليكي وش ولا كرامه تخشي المكان ده قدامي. اتفضلي قدامي، امشي.
مفيش كام يوم واتكتب كتابي بعد اللي حصل. امي ما قالتليش اي حاجه من اللي حصلت دي. أكيد خافت عليك. أنا كمان كنت خايفة عليك واتقهرت. أبويا كان لو عايش ما كانش حصل أي حاجة من الحاجات دي. كنت استقويت بيه. كان بيحبني قوي. أمي قاسية قوي يا جلال، قلبها جامد، وفهمي ورث القساوة منها. كان لازم تلاقي اي طريقه توصلي لي وتقولي لي بيها كل الكلام ده. كل ده كان ممكن يتغير لو كنتي وصلتي لي. بعد كل اللي أنا حكيته لك ده وتقولي كان لازم أقول لك، كنت هتعمل إيه؟ كنت هتعمل إيه وأنت لسه متخرج؟ مفيش في إيدك أي حاجة تعملها. وأمك مش قد أمي يا جلال. أمي كل اللي فارق معاها الفلوس وبس. وبعدين في ايه؟ بتبصي على ايه؟ هتأخر على الشغل. كمل كلامنا في العربية عشان أنا مش ضامنة الزحمة. يعني لو مش هعطلك. ماشي، يلا. انتوا بتعملوا ايه؟ معاكم كراسات رسم؟ احنا ما بناخدش تربيه فنيه يا مستر، احنا شهاده. ايوه، يعني ايه شهاده؟ حصة الأنشطة كلها بتروح لحصة الرياضة والعلوم علشان نخلص المنهج. وانتوا فين بقيتكم؟ محدش بيجي يا مستر، المدرسة بتضيع الوقت، كله على الدروس وقاعدين في البيت. بس كده قاعدين في البيت بس كده؟ وانت ايه اللي جايبك انت؟ اللي ليهم واسطه بس يا مستر هم اللي بيعرفوا يغيبوا، احنا ملناش. واسطه؟ طب يلا بينا ننزل الحوش نرسم. ده حصة فاضية يا مستر، نقعد نخلص واجب الدروس. يلا يا ابني انت هو بلاش لكاعة. يلا ورايا على الحوش. هبقى ورا. يا ربي تعبت يا دلال، انا بجد تعبت والله العظيم، مش قادره. واديكي شايفه العيشه اللي معيشني فيها اخوكي دي. وزي ما حكيت لك بقى واحد تاني، واحد مختلف، واحد محبط بارد. طب اهدي اهدي يا نهد شوية، اهدي. معقول يا نهد بعد ما تحديتي الظروف وتحديتي أهلك وعملتي اللي انت عايزاه علشان انتوا الاتنين بتحبوا بعض، جاية دلوقتي ومش قادرة تستحملي؟